النهارده معانا بودكاست جديده من ده دايلاما، ومعانا دايلاما جديده لسه داخلها جنزي، وهي دايلاما بتاعت الشغل. معانا مصطفى. عامل ايه يا مصطفى؟ كله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. احنا المجربين بقى في موضوع الشغل والحاجات دي. والله واحد شاف كتير فيها. طب تحب ايه اول تجربه بقى كانت ليك في الشغل خالص؟ وكان عمرك قد ايه وقتها؟ انا اول كان شغل كنت بدأته كان يعتبر كنت زي سيلز في كيدزانيا في كايرو. فكانت اول حاجه ليا ان انا كنت داخل بكونسبت ان الاطفال احباب الله والدنيا جميله وداخلين شغل كله جوي وهابينس والدنيا حلوه فيه. فرحت البدايه بقى. فجأة شفت دخلت جوه عينك ما تشوف لما مدعكه. العيل من دول جاي، هو جاي يفك طاقته فبيطلع طاقتنا احنا من الموضوع بس. فكانت الحوارات بقى والخناقات بين العيال تحسي سن مختلف وطفوله مختلفه عن اللي احنا شفناها شويه. بس الدنيا مشيت يعني والحمد لله. كان موقف حصل فيهم، زي مثلا مره كنت في لعبه فكنا بنتكلم الولد بقول له ازاي يقدر يعمل الشغل بتاعه ويظبطه ازاي. فقال له انت هتتدخل في ميتين شغلي، ما انا اعمل اللي انا عايزه. انا حسيت اني بكلم معلم كبير ما بكلمش عيل صغير. بس فكان موقف من المواقف وحاجات زي دي كده كتير بقى. فلا كان اقتنعت وقتها يعني ان الاطفال مش هم احباب الله وكل حاجه، بس مش الاطفال بس الشغل معاهم صعب. يعني ما تتعاملش معاهم كتير. طيب انت مثلا بتشوف ان في مصطلحات كتيره موجوده دلوقتي مثلا في سوق العمل، زي ابن الشركه اللي هي بتكون اوقات كتيره مبرر يعني لكم عنف نفسي وعنف عملي غير مبرر. هو وصل هو تايتل صعب بتمر بحاجات كتير عشان توصل. يعني ابن الشركه ده بحس ان هو شخص يعني هو بيعملوه على انه انت لازم تستحملنا، انت لازم تشيل معانا مهما كانت الظروف. بصي هو عامه تايتل ابن الشركه ده بتوصل له انت او بتوصل له ازاي؟ هي الشركات دلوقتي بقت متقسمه في مصر عامه، بقت نوعين: شركات ماشيه بستراكشر وشركات تانية ماشيه بالحب كده، اللي هو اللي يقدر يسرفايف اكتر معانا. بس ابن الشركه تايتل هتلاقيه موجود اكتر في نوع الشركات التاني. هو شخص خلاص هو شاف كتير من الشركات، حصل له مواقف كتير، قاعد في نفس الشركه مثلا بقاله 2 3 سنين 5 سنين ما بيحصلوش انكريز في السالري، بيطلب منه تاسكات اوفر تايم، بيتهلك في الشغل. فلما بيبدا يوصل لتايتل ابن الشركه هو خلاص عشان الناس اصلا شايفاه انت بتعمل جهد وبتبذل جهد مش بتلاقي قدامه مقابل. فده اللي خلى تايتل زي ده يظهر. طيب هو التايتل ده حاجه وحشه؟ لا عادي. هو كل نوعيه الناس عامه، في جزء كبير من الناس هي بتفضل فكره المثابره وان هي تبقى ديسيبلينت على شغل معين وتركز فيه. ده برضه سؤال. انت بقى يعني انت مثلا، انا واحده من الناس بشوف ان بقاء ناس في نفس الشركه فتره طويله ده عادي. هل انت عندك نفس وجهه النظر ولا تختلف الموضوع ده؟ بصي ده يعني مش وجهه نظر على قد ما هي تعتمد على الكاركتر نفسه والبني ادم اللي شغال، هو شخصيتك عامله ازاي. انت ممكن تبقى من نوعيه الناس، هو دايما يعني في ناس بتبقى موضوع بتعتبره حاجه توكسيك وتقول لك دي كومفورت زون ولازم تقعد منها ولازم تخرج منها، وناس تانية تقول لك لا ده استقرار وامان والكلام ده كله. هي ما تحسبش لا كده ولا كده. هي الفكره النهارده انت في ماركت بقى شرس، انت عندك السوق عامه عالمي من حيث الشغل، من ايا كان المجال اللي انت بتتكلم فيه هو كله بياكل في بعضه. فانت النهارده علشان تقدر ان انت تتميز في المجال ده انت محتاج ان انت تستغل كل الاوبورتيونيتي موجوده. فانت النهارده لما تيجي مثلا انت عندك شغال مثلا في جوب سالري مثلا 25000 جنيه، تيجي النهارده عندك جوب اوفر من شركه تانية يعني في لوكيشن ابعد شويه عليك وفي نفس البوزيشن 30000 جنيه، انت تبدا تحسبها تبص لكذا فاكتور عندك، مثلا بعيدا عن فاكتور السالري بس او بعيدا عن فاكتور ان انت تقعد في شركه ولا لا. لا انت لازم تبص لحاجات كتير، تبص للشركه نفسها الانفايرمنت بتاعتها عامله ازاي، طب المستقبل بتاع الشركه دي عامل ازاي، طب النهارده البعد ده هياخد من وقت قد ايه، والوقت ده بيتحسب لي يعني انا الوقت ده ممكن استغله في حاجه تانية تجيب لي في المستقبل فلوس اكتر ولا لا. دايما خلي تفكيرك في الشغل او تفكيرك فكره الانتقال او ان انا اقعد انا بانفست في نفسي، بشوف المكان اللي هيجيب لي اعلى ريفينيو لنفسي ويقدر يخليني اتطور في مجالي اكتر او اتطور واكسب منه حاجات. دايما خلي البوينت اللي انت تفكري فيها انا امتى اسيب الشغل او امتى افضل في الشغل هي اللحظه اللي انا لما بلاقي نفسي انا ما باخدش حاجه من الشغل اللي انا قاعد فيه ده، انا باجي كل يوم بكرر التاسكات بكرر الحاجات اللي عليا، واللي بعد كده اجي ابص انا اتطورت في ايه او ايه اللي اتحسن معايا. لا ما الاقيش حاجه حصلت، انا واقف مكاني بعيد اللي بعمله كل يوم. مجرد ما توصلي البوينت ده ساعتها ابداي فكري في الانتقال. قبل كده ما تنتقليش الا طبعا لو جوب اوفر، لان كلنا في الاول وفي الاخر بندور على فلوس اكيد. بس لو جوب اوفر جاي عالي قوي تمام، لكن لو الدنيا في الافريج ولسه ما زادتش مثلا اكتر من 25% او 30% من السالري بتاعك، بص للمكان اللي بيديك ديفلوبمنت اكتر للكارير بتاعك والمستقبل. طب انت شايف برضو يعني مثلا اقول لك حاجه، انا عن نفسي بشوف ان الناس اللي بتقعد تتنقل في شركات كتير قوي دول برضو بيكونوا يعني انا لو واحده مثلا عندي بزنس هيكونوا بالنسبه لي مربكين،
لان برضو نظريه ان ايه، مش اكيد كل الناس دي هي اللي غلطانه فيه، اكيد انت مش الضحيه. انت مش ساحر زمانك يعني عشان بالظبط، تكون انت مش شغال. الضحيه لكل هذه الشركه، يعني ما يبقوش 15 20 شركه وكلهم انت يعني ضحيتهم، اكيد في حاجه غلط. لا هي مش بتبقى انت ضحيتهم، هو انت فعلا الموضوع اللي بتتكلمي فيه ده ان هو لما بتيجي حد يبص على السي في بتاعك او يجي حد يتراك على فكره الريكورد بيسموه بتاعك. جامبر، اللي هم الناس اللي بتقعد الجامب بالظبط. تتنطط من بس شركه هي لشركه. الفكره ان هي بتعتمد على الفيلدز اللي انت كنت شغال فيها، والنقطه كلها مش بترجع لفكره هو جامبر ولا لا، هي الفكره هو بيجامب ليه. ما هو برضو مثلا احنا النهارده بنتكلم ان بقت نص الشباب دلوقتي لما تتخرج من جامعاتها بتبص لمجالات العمل السريع، حاجات زي مثلا ايه، زي الكاستمر سيرفيس، زي الريل استيت، زي الكلام ده كله. طيب ما النهارده فيلد مثلا زي الكاستمر سيرفيس، النهارده الشاب مننا بيخلص مثلا جامعه عنده لانجوج سكيل مثلا جيرمان انجلش، يخش ياخد له سالري محترم، يلاقي نفسه الدنيا تمام، بس الانفايرمنت نفسها ضغطه بطريقه مش طبيعيه، فانت بتضطر ان انت تجامب. طيب هو الجامبنج ده اصلا انت فكره لو في مجال هو انت مش ناوي تكمل فيه هي حاجه تمام عادي، انا هفضل اقول لك افضل دور على الجوب اوفر الاحسن ليك لو انت مش معتمد ان انت هتكمل في المجال ده. طيب انت استقريت على مجال وقررت انك تكمل فيه، لا ما تبقى الجامبنج ده ساعتها هيبقى شيء سيء معاك. ليه؟ لان انت النهارده انت بدات مثلا في مجال جديد في شركه معينه، اوكي، قعدت فيها سنه ونص سنتين، كبرت فيها، بقيت جونيور، الدنيا تمام معاك، وبدات تتعرف على الناس والدنيا ظابطه والمديرين عارفينك، الاونرز عارفينك، صحابك، الدنيا جميله. هتيجي النهارده هتنتقل، انت السكادول بتاعك والبروجرس ديفلوبمنت اللي كان محطوط لك من حيث ترقياتك من حيث كل حاجه انت بريفرش كل ده، حتى لو انت كنت واصل تايتل. يعني انت النهارده مثلا كنت سينيور في شركه ورحت على تايتل سينيور في شركه ثانيه، برضه انت قربك انك كنت تطلع تيم ليدر او تطلع تبقى مانجمنت، انت قربك في الشركه الاولانيه هيبقى اكتر بكتير قوي من الشركه الثانيه، لان اوريدي الناس الاولانيه هي عارفه السكيلز بتاعتك، الناس الثانيه انت لسه مضطر تروح تثبت لهم نفسك مره ثانيه، انت رايح بس على كلام على ورق، لكن لسه بقى البرفورمانس بتاعك الحقيقي هو اللي يثبت الدنيا. لكن مثلا والانفايرمنت زي ما انت قلت برضو ان الموضوع بيبقى. وكمان هقول لك على حاجه برضو، ان جين زي عامه بيرفضوا حاجات كتيره اجيال تانية كانوا بيقبلوها بشكل قوي جدا. يعني زي مثلا هم مثلا بيرفضوا مثلا الشغل ساعات طويله، شايفين ان ده يعني انا لو انت مش هتديني مكافاه، لو مش هنمشيها وين سيتويشن فهي مالهاش لازمه بالنسبه لي. كانوا مثلا زمان يحسوك لا انه الشغل ده ده حاجه انت لازم تعملها للنهايه. طب ما انا هعملها للنهايه، ما هو الراجع عليا بالموضوع ده ايه المكسب اللي انا اكتسبته من الموضوع ده؟ انا ممكن ما اكونش اكتسبت حاجه، ممكن انت تكون عمال تهركني في شغل ملوش لازمه. وكمان في مثلا حاجات زي البرن اوت مثلا اللي بتحصل لنا، مثلا لو في حد بيشتغل شغلانه محتاجه كرياتيفيتي وافكار، للاسف بيجي في لحظه كده بيحصل له بلوك، بالظبط انت مش قادر تعمل خلاص حاجه ولا مفيش اي حاجه بتطلع، مفيش حاجه بتطلع بجد. الموضوع بيبقى تقيل على الشخص، واللي خد الافكار هو مش مستكفي، هو حاسس ان هو عايز حاجه تانية انت ما اديتنيش كفايه، هو ما عملتش اللي عليك. دي ترجع لبيت العمل التوكسيك دايما، ان هي انت مهما عملت هو مش كفايه بالنسبه لمديرك. ده اللي انت بتتكلمي فيه، هو فكره انك الشغل عدد ساعات الزياده مثلا او الاوفر تايم عامه، هو كونسبت لما بنيجي نبص عليه بره مصر هو حاجه، هي حاجه وفي مصر حاجه تانية. النهارده مثلا انت بره مصر دلوقتي اي اوفر تايم بيبدا يحاسبك ان انت عندك الساعات العمل الاساسيه، انت عندك 8 ساعات مثلا النهارده المفروض نشتغلهم، شغلك تاسكاتك فرض انت تقعد 12 ساعه، لازم ان انت تبقى 4 ساعات الزياده دول بيد، وبيكونوا دبل بيد في بعض كمان الشركات، كل شركه بيبقى لها النظام بتاعها. هنا في مصر انت ما بتحسش ان الموضوع ورثت قوي، لان انت في مصر لا انت بتخلص تاسكايه عشان ده المفروض تخلص، طب ما التاسكايه بتاخد وقت اكتر، لا ماليش دعوه لازم تخلص النهارده، طب ما انت كده بتسحلني معاك وبتضغط عليا اكتر. لا وفي اماكن حتى لما بتدفع انا برضو شايفه انه حتى مع الدفع انا لازم يكون عندي ورك لايف بالانس، بالظبط، اللي هو انا من حقي ان انا، وده برضو حاجه على فكره بتميز جين زي، ان فكره الورك لايف بالانس ان هم مثلا بيبقوا عايزين يعيشوا جنب الشغل. لو انا بشتغل عشان اقبض عشان اعيش، يعني انا مش عايشه عشان اشتغل. لا هو في ناس بتحسسك انه لا انت عايش في الدنيا دي عشان تشتغل. لا طب ما انا ليا برضو اهل وليا اصحاب وليا حياه وليا جانب كده عايزه اعيشه. بخصوص بقى الحياه الشخصيه، انت بقى من انصار انه الحياه الشخصيه ممكن تخش في الشغل او ممكن ابني علاقات اجتماعيه قويه بالناس اللي معايا في الشغل، ولا من انصار نخلي ده على جنب ونخلي ده على جنب؟ لا انا من انصار الراي التاني، لان دايما الدنيا في الشغل ايا كان الشخص اللي بتتعاملي معاه اكيد بتتعامل مع ناس كويسه كتير ويبقى في عدد كبير من الناس كويسه، بس دايما يعني اللي بيحصل في الشغل يفضل في الشغل. الشخص ده مثلا فكرت انت بعد الشغل تاخدي صحابك اللي بتصحابي معاهم تروحوا تقعدوا على كافيه او نقعد مع بعض شويه وتدردشوا شويه، انت ما تعرفيش اصلا ان ممكن الشخص ده في عز ما انت مأمنه له والدنيا تمام معاه تقومي تلاقيه الكلام اللي انت قلتيه على مديرك في الشغل تاني يوم الكلام وصل لمديرك.
عادي جدا فاهمك. بتحصل. عادي جدا لا بتحصل. فهمتك. فهي الفكره الناس دايما يعني خلي كل حاجه ليها مجالها اكيد. بصي وبرده الموضوع مش ابسوليوت او مطلق ان انت لا اللي في الشغل في الشغل وبره الشغل في بره الشغل. لا انت عندك النهارده مثلا عادي اكيد كلنا بنقابل في الشغل ناس هما بيهونوا علينا الشغل. ما هو انت طبيعي ان أنا قاعد النهارده 8 ساعات اكيد لو ماليش حد انا بحبه وصاحبي وبنحب بعض قوي وبنقعد مع بعض طول اليوم اكيد هنخانق مش هقدر استحمل ده 8 ساعات كل يوم. فالطبيعي ان هو عادي الشخص ده لو قربت منه طبيعي ان هو هيبدا يخرج بره دايره الشغل يبقى معايا في علاقاتي الاجتماعيه ومعايا في حياتي الشخصيه. فهو الموضوع كله فكره ان انت بس تبقى يعني هي فيها ريسكايت دايما. انت الشخص اللي في الشغل ده انت ما تعرفوش بالكامل مش زي مثلا الصحاب اللي بتعملهم بره بدايه من لما كنت في مدرسه او بعد كده الجامعه او الكلام ده كله. الناس دي انت بتبقى مضامنها اكتر وبتبقى عارف هي جايه من حاجه شبهك لكن الشغل ما تعرفش انت الشخص اللي معاك ده جاي منين. طب انت، لا انا بالنسبه لي مثلا، طب انا ممكن الاقي حد في شغل مثلا نبقى اصحاب قوي ونبقى شبه بعض في الباك جراوند كده. طب انا بالنسبه لي انا كرحيه مثلا بتكلم ان انا مثلا في الشغل بتاعي مثلا بعتبرهم زي الناس بتوع الجامعه، قابلتهم في مكان معين بظروف معينه جمعتنا حاجات معينه فابتدينا نلاقي بالظبط. كونكشنز ما بيننا. فممكن يبقوا زي اصحاب الجامعه ان في يوم من الايام في وقت من الاوقات نقلب صحاب قوي زي الناس التانية. واشوف ان دايما الشغل ممكن تنقل منه بس العلاقات هي اللي بتفضل. اكيد يعني الصحاب والحاجات دي هي اللي بتفضل من كل اكيد. ما هو شغل. ده النقطه اللي كنت بكلمك فيها ان الموضوع مش مطلق. عادي النهارده ممكن اقابل الشخص ده كويس قربنا من بعض الدنيا تمام بقينا اصحاب قوي بيست فريندز الدنيا جميله كملت مع الشخص ده بقيت حياتك بره مفيش مشكله. بس هي النقطه دايما برضو ان حتى معظم علاقات يعني دايما لما بتتنقل في الشغل او حكايه تكبر بتلاقي الناس اللي انت عملتها في الشغل هي مجرد علاقات مش اكتر من هي صحوبيات. هي الصحوبيه بتبقى دايما الشيء الاساسي ليها مرتبطه بالشغل لان هو مثلا الموضوع ممكن يرجع لايه. اكيد احنا مثلا كان عندنا اصحاب في المدرسه زمان واصحاب في الجامعه زمان. الصحاب دول مثلا مجرد ما الجامعه خلصت او المدرسه خلصت انت علاقتنا بيهم قلت. في كام صاحب بيست فريند ولسه معانا وبنروح مع بعض بنقابل بعض كل شويه وبنخرج مع بعض والدنيا تمام. بس مجرد ما دي راحت الشخص ده راح. الشغل بيبقى الموضوع على سكيل اوسع بقى ان هو الشغل انت حتى لو حد صديق ليكي قوي وبتخرجوا مع بعض كل يوم متصاحبين على بعض وتقعدوا في الشغل مع بعض تهزروا مع بعض الكلام ده كله هو ممكن مجرد بس ما انت مثلا تسيب الشغل او هو يسيب الشغل واحد يروح في شغل تاني في حته تانيه بتلاقي بالظبط الدنيا انتوا بداتوا ما تبقوش قريبين من بعض قوي. فما تديش علاقات بره الشغل اكبر من حجمها. عادي هي ممكن تتطور وممكن تبقى كويسه بس مش تبقى علاقه يعني تبقى متمحوره حياتك حواليها. وبعدين يعني نقطة العلاقات الرفاهية عامة في الشغل ما بقتش منتشرة أوي الفترة بتاعت دلوقتي خصوصا إن الدنيا دلوقتي بقت جزء كبير أوي من الشغل اللي موجود في الماركت بقى معتمد على الهايبريد والفريلانسنج والشغل الريموتلي. فحتى الكوميونيكيشن في الشغل قلت. فبرضه على ذكر الفريلانس كنت عايز أعرف منك رأيك أنت إيه رأيك دلوقتي في شغل الفريلانس اللي بقى منتشر في الماركت؟ بص، شغل الفريلانس انا بحسه حلو از ان هو في شغلانات معينه. بس في شغلانات بحس انه لا لازم يبقى في تعامل فيس تو فيس مني وللكلاينت ومني للزمايل اللي حواليا اللي يكملوا لي الشغل. يعني في اوقات بحس انه ماشي شغل فريلانس بيبقى حلو بس برضو بيبقى حتى الشخص اللي بيشتغل لازم يبقى ليه ليميت. يعني بحسه برضو ممكن يبقى خطر على الصحه النفسيه للبني ادم. البني ادم كائن اجتماعي بطبعه فيعني اني ابقى طول الوقت بحاول اعمل اكتيفيتيز او اني احاول اشوف حاجات تبعدني عن البشر بقدر الامكان ده شيء انا بحس ان جين زي عامه بيحبوا الموضوع ده بس هو شيء مش صح لانه بيتتابع عليه حاجات او بينتج عنه حاجات نفسيه مش كويسه زي مثلا الاكتئاب او ان الانسان يبقى منعزل او منغلق طول الوقت. تحس انك في سجن تصحي تعملي 8 ساعات بتوع الشغل في نفس الاوضه فالموضوع بيبقى بالظبط بيبقى ضغط على روتيني. الاعصاب وكمان ساعات بيوقف التطور. يعني برضو الاحتكاك بالبشر طول الوقت بيخلي عندك تطور في شخصيتك وتطور في الشغل نفسه. ممكن تشوف حد بيشتغل يعني شغل انت تحبه اكتر من المكان ده. يعني مثلا انا بشتغل مثلا في مثلا اكونت مانجر مثلا او اي حاجه ممكن مثلا اشوف الفيديو اديتنج احب الموضوع قوي احس ان ده اللي انا عايزاه بجد. لان طبعا الانسان ما بيعرفش اللي هو عايزه الا لما بيجرب كذا حاجه او بيشوف بعينه كذا حاجه بيلاقي نفسه بينجذب للموضوع ده. وانا برضو بحس ان جين زي عندهم الحته دي قوي ان هم بيجامبوا من نوع شغلانه لنوع شغلانه تاني خالص بمنتهى الاريحيه عن باقي الاجيال التانية. يقول لك لا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. يعني انت برضو بتشوف ان جين زي كده عامه ولا لا انت بتحس ان هم فعلا بيمسكوا في الشغلانه وما بيجامبوش كتير؟ لا هو زي ما قلت لك هم فعلا نقطه الجامبنج الجين زي هو فعلا بيجامب مجالات كتير لان هو دايما احنا من واحنا صغيرين كنا في دماغنا دايما وده كان يرجع لاسباب كتير برضه زي السوشيال ميديا وكذا حاجه. انا دايما عايز ابقى نمبر 1. انا دايما عايز ابقى اتشيف سكسس في حياتي عامه وعايز انجح في كذا حاجه والمهووس بمستقبلي اكتر حتى من الحاضر. ودي من الحاجات اللي تعتبر توكسيك فينا بس قوي يعني بجد وما عندناش الستيجز. يعني احنا برضه عندنا مشكله في نقطه الستيجز
بندور على ريزلت، عايزين ريزلت سريع، لان كل حاجه شايفينها احنا شايفين ناس بالريزلت بتاعها، مش شايفين الجيرني بتاعت حد. وغير الريزلت احنا بنشوف ناس في الريزلت مثلا في سن ال40 او في اواخر الثلاثينات، واحنا في بدايه انا العشرينات. ازاي عندي 22 سنه ومعيش 10 مليون دولار؟ زي انا سي او الشركه الاكبر شركه في الشرق الاوسط يعني. بالظبط. بحيث ان الموضوع بي اوفر دايما علينا ان احنا لازم تبقى بتشتغل وبتنحت بينما ان انا ممكن ابقى بني ادم بعيش حياه نفسيه ما هو مسويه. الكونسبت بتاع السوشيال ميديا عامه والطريقه اللي كانت بيتماركت بيها للشغل في خلال ال 20-30 سنه الاخيره، هو ده خلانا احنا طالعين بالكونسبت ده. فانت بالنسبه لك بقى جيل هو هارد وركينج جدا، وهو عنده كرياتيفيتي، ودايما بيدور ان انا عايز اوصل للريزلت اسرع طريقه وباقل جهد، لان انا عايز اخلي جهد في حاجه تانية وعايز ابذل جهد في حاجه تانية. احنا ما بيبقاش عندنا مشكله ان احنا نبذل جهد عادي، ممكن نقعد يعني. وده دليل مثلا لما تلاقي حد، الناس كتير قوي بتبدا تتجه لفكره البيزنس اونر، وان انت تعمل بيزنس بتاعك. الشخص من لما بيعمل بيزنس بتلاقيه هو شغال 14 ساعه في اليوم، يعني حاجه غير ادميه، بس عشان شغال في البيزنس بتاعي. بس انا بشوف ان من احدى برضه عيوب جنزي في الموضوع ده ان هم مثلا بيفتحوا بيزنس كتير، وبسبب ان هم ما عندهمش الفكره اللي انت قلتها، ان هم ما بيستنوش ياخدوا ستيبات، هم دايما عايزين الرزق، عايزين ينطوا. فتلاقي دايما في بيزنس كتير بتفتح وبتقفل في نفس الوقت، عشان ما حدش مثلا عنده المبدا بتاع زمان مثلا بتاع لو انت عايز تبقى صاحب شركه روح اشتغل في شركه وشوف الموضوع بيمشي ازاي وبتدور ازاي، وبعد كده تفتح. لا دلوقتي ليه انا استنى اني اتعلم لما ممكن انا اتعلم في شغلي؟ لا انت ما ينفعش تتعلم في شركتك، عقبال ما تتعلم ان هتكون خربت الدنيا. هتكون خربت الدنيا. انت لازم تاخدها ستيبات. لا الموضوع ده فعلا في جيلنا قوي ان هم مش عايزين ياخدوا ستيبات في اي حاجه، احنا عايزين ننط بسرعه، وده مش عشان احنا وحشين، احنا مضغوطين على طول. احنا بالظبط حاطين نفسنا تحت البريشر، ان انت بريشر من السوشيال ميديا طول الوقت، ان هو انت بقى عمري 25 سنه ولسه ما لقيتيش الكارير اللي عادي. يعني ممكن يا جماعه بالراحه 25 سنه 20 سنه منهم بتتعلمي منهم 5 سنين لسه بتكلم كويس اساسا. فاللي هو يحسسوك ان انت يا لهوي انت ازاي فوتت هذا الرقم من عمرك وانت ما حققتش حاجات رهيبه ما حدش حققها قبلك، ازاي يعني؟ فلا الموضوع بيبقى صعب. ما هي الفكره بالظبط ان هو عشان زي ما قلت لك، يعني هو كل اللي بيحصل ده فخلى نقطه البريشر عندنا عامه والهارد وركينج في الحته دي عاليه عندنا، ان احنا خلاص بقينا معتمدين لا انا عايز اوصل للسكسس باي طريقه. وخلى حتى ان احنا بدانا يبقى اهتماماتنا في الحياه عامه هي اهتمامات متجهه في نفس المدير، اهتمامات ان انا عايز ازاي ايه اقرب طريق، وايه كل حاجه الهوبيز بتاعتي في حياتي بقت حياه جزء كبير بقت متمحوره حوالين بس الوركينج والشغل والسكسس والكلام ده كله. ما بقاش فيه الورك لايف بالانس اللي احنا اصلا كنا بنسعى عليها في الاول وبنتكلم ان الجيل بتاعنا بيدور عليها. لا انت من كتر ما انت اوبسيست ان انت عايز تنجح، لا انت النهارده ما بقاش عندك الكونسبت بتاع البالانس، خلاص انت بقيت مجنون بالنجاح زي ما بيقولوا. فماك طيب انت بقى شايف مثلا في الاخر كده مثلا النصايح اللي لو حد خدها في الشغل مثلا، يعني لا يعيش حياة في الشغل كويسة مرتاح موزونة شوية؟ اتعلم تأدبت مع الناس، بس تعامل كل واحد على قد دماغه. هي الشغل دي اكتر حاجة ممكن تمشي بيها في الشغل، ان انت لو دايما اصلا دايما في الشغل مستحيل تقدر ترضي كل الاطراف. دايما هيبقى عندك يا مشكلة مع مديرك، يا مشكلة مع مديرك، يا مشكلة مع زميلك، يا دايما هيبقى في خازوق في النص كده احنا مش عارفين نمسكه هو مين. مش عارفين نحله. فانت دايما ان انت كل ما يبقى عندك ادابتابيلتي اعلى مع الناس اللي حواليك تقدر ان انت تبقى علاقتك كويسه بالناس، تريس الدنيا مع ده، تمشي الدنيا مع ده، وتبقى الموضوع انت كل واحد يعني مثلا مصطفى بالنسبه له او رحاب بالنسبه له لا الشخص الناس دي تمام عادي، الناس دي بتيجي بتشتغل بتعمل الشغل اللي عليها، حتى لو انت جيت قصرت في شغلك انت عشان الناس دي بتحبك والناس دي تمام بالنسبه لها وانت ماشي دنيتك مع كله مش هتلاقي حد بيتكلم معاك في النقطه دي. بس انا برضو شايفه ان مهم برضو في الشغل اني افصل، برضو دي حاجه مهمه اني افصل ما بين مشاعري كشخص بالظبط وما بين الناس اللي حواليا، عشان ممكن الناس اللي حواليا تبقى كلها مبسوطه بالشغل بس انا مش مبسوط. ده اكيد، فانت هتقعد تداون الناس اللي حواليك اصلا. فانت هتداون الناس اللي حواليك يا انت هتبدا تحس ان فيك انت الحاجه الغلط. فلا هو مش كل مكان. انتوا بتسمعوا الصبح ليه يا جدعان؟ مش ضحك على نفسي، انا اللي بضحك عشان انا لا مش شخص. فبجد الموضوع بيبقى اللي هو لا انت لازم تبقى بتفصل ما بين ان انا افكاري كذا وافكار اللي حواليا كذا. دي حقيقه، لان هو عامه الناس، وحتى انت لو فضلت مداون فتره وخلاص مدخل نفسك في السايكل بتاعت ان انا لا مش طايق الشغل ومش قادر ومضغوط ومنفوخ والكلام ده كله، وحطيت نفسك في الزون دي،
انت واحده واحده هتلاقي نفسك اصلا مش خلاص هتسيب الشغل او مش هتقدر تكمل فيه، والناس اللي حواليك هتبدا تبعد عنك. هو انا كل ما اجي اتكلم النهارده مثلا مع مصطفى الاقيه قاعد يقول لي يا عم يلعن ابو الشغل وعايز ابعد عنه ومش عايز اقعد معاه. خلاص انت الناس تبعد عنك وهتبدا تتخنق اكتر. فهي الفكره دايما ان انت بتقعد تريكاب مع نفسك الشغل بتاعك وتريكاب مع نفسك البيزنس بتاعك، ان انت ازاي تقدر تبالانس الموضوع قد ما يقدر. هو الموضوع كله اناليسيز، وبتعمل اناليسيز لنفسك دي والبالانس بتاعها تظبطها ازاي تلاقي نفسك شغلك ماشي. ولو هتفتح البيزنس بتاعك برضه هي نفس الكونسيبت، الموضوع بسيط. بتعمل اناليسيز، عندك كابيتال تمشي بيها، بتلاقي الريزلت وبتنجح. ده النجاح عامه. فالموضوع بيكون فاهمك. مش صعب بس عايز يتفهم، عايز انا يدرس بالنسبه وعايز لي يفهم الكونسيبت النجاح بتاعه. اني اخرج من الشغل كده ابقى خارجه مبسوطه وخارجه مرتاحه، مش خارجه متوتره، مش خارجه حاسه ان انا سايبه مصيبه ورايا، مش طول الوقت دماغي في الشغل. فاهمني؟ بالظبط، دي حقيقة. خلاص لازم عندك الحتة اللي هو لا انا البالانس عندي تمام، انا اقدر ان انا اخلص الشغل، يعني خلاص فصلت عن الشغل عن حياتي واقدر اعيش حياتي كبني ادم عادي من غير الشغل. فاهمك. وعموما كنت مبسوطه قوي انك معانا النهارده يا مصطفى. اكتر والله. بس وكده احنا خلصنا حلقه بدايلاما جديده لجنزي.